ما تعملش تكميم لو عندك حموضة أو ارتجاع في المريء، لأن ببساطة ارتجاع المريء بعد العملية أعراضه بتزيد بسبب تصغير حجم المعدة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة. وقتها ضغط السوائل داخل المعدة بيكون عالي، لأن عملية تكميم المعدة هي هاي بريشر سيرجري، بتعلي ضغط السوائل داخل المعدة وبيزود نسبة الحموضة ونسبة ارتجاع مكونات المعدة من المعدة إلى المريء. صعود مكونات المعدة من المعدة إلى أعلى المريء بيعمل أعراض شديدة عند مرضى كتير بعد عمليات التكميم. المريض بيعاني من ألم مستمر في معدته، بيعاني من أعراض ارتجاع وصعود الحامض في صدره. ممكن بعض المرضى بتكون عندهم الأعراض شديدة لدرجة إن هو قيء للحامض، أو إن الحامض يخرج من الأنف أو من الأذن. لأن عملية التكميم ما تنفعش مع مرضى الحموضة والارتجاع، وقتها ممكن نعمل تحويل مسار مصغر أو تحويل مسار كلاسيكي. في دايلما موجودة عندنا، إحنا بعض المرضى غير مناسب ليهم تحويل المسار. ممكن يكون كتلة الجسم عنده ما هيش عالية، المريض غير ملتزم بالفيتامينات، المريض ما عندوش سكر في الدم، المريض مش حابب يخوض تجربة تحويل المسار عشان شايف ان ممكن يكون حياته مش افضل بعد عمليه تحويل المسار. عشان كده بيكون في حل جذري لعلاج الحموضه والارتجاع لمريض تكميم المعده. انتظرونا في حلقات جايه، هنقول لحضراتكم حل ارتجاع المريء للمريض اللي هنعمل له تكميم.